السلام عليكم. النهاردة هنقدم نصايح لأصحاب المحلات، 5 نصايح لأصحاب المحلات. النصيحة الأولى: لما يكون عند حضرتك بنت أو ست بتشتغل، طبعا هي ما خرجتش من بيتها للعمل إلا لأنها يعني محتاجة، فبلاش إن تطلعها تكنس في الشارع قدام الشباب رايحين جايين. بلاش إن حضرتك تبقى قاعد على الكرسي حاطط رجل على رجل قدام المحل ومخليها عمالة تمسح وتوطي قدام الشباب وتروح وتيجي، ما ينفعش. اعتبرها أختك، اعتبرها بنتك، خاف عليها لأن ده لمصلحتك أنت. أيوة، أنت لو خفت عليها واتقيت الله فيها ربنا هيوسع لك رزقك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. ممكن البنت أو الست الضعيفة ده تكون سبب إن ربنا سبحانه وتعالى يوسع لك رزقك. الصحة التانية: لما حضرتك تكون فاتح محل سواء بآلة أو أحذية أو ملابس، ولقيت واحد صاحبك أو واحد جارك يعني رايح يشتري من مكان تاني أو سابك وجاب حاجة من عند واحد تاني، ما تزعلش ولا تلومه ولا تخصمه، لأن ربنا سبحانه وتعالى مقسم الأرزاق. ما يمكن هو لقى بضاعة أو شيء أفضل من اللي عندك أو أرخص من اللي عندك. ما تزعلش من حد، لأن ربنا بيقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ربنا مقسم الأرزاق، فما تلومش أو تزعل من حد إن سابك وجاب من مكان تاني. النصيحة الثالثة أو الوصية الثالثة: يعني بلاش تبيع بذمتين، لأن للأسف بنلاقي بعض التجار بيشتغل بذمتين. يبيع للغني بذمة وللفقير بذمة، يبيع للقريب بذمة والغريب عن المنطقة يبيع له بذمة، وده غلط، لأن التجارة كلها مبنية على الصدق. عاوز يوم القيامة تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الشهداء ومع الصديقين، اشتغل بذمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء. الوصية الرابعة: حضرتك فتح المحل أو شغال في التجارة عشان ربنا يرزقك، فبلاش لو انت فاتح محل في منطقة شعبية أو منطقة ريفية ولقيت عربية جاية مثلا تبيع حاجات فيها نفس الحاجات اللي عندك، تتجبر وترجع العربية أو ترجع البائع ده. يعني ربنا مقسم الأرزاق، وربنا زي ما بيرزقك بيرزق غيرك، فسيب أي حد يرزق، وإن شاء الله ده ما هياخدش من رزقك أي حاجة، لأن الإنسان وهو في بطن أمه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن فيه ملك، معنى الحديث يعني بيكتب عليك 4 حاجات، بيكتب لك رزقك وأجلك وعملك وهل أنت شقي أو سعيد. 5 وصية في التجارة: إياك من الغش في الكيل والميزان، لأن ربنا سبحانه وتعالى نزل سورة كاملة في القرآن اسمها سورة المطففين، بتفضح الغشاشين في البيع وفي الشراء. قال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. ساعة ما بيجي يشتري بيزود على حقه، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ساعة ما يجي يبيع تلاقيه بينقص في الكيل والميزان، فربنا وعده بويل اللي هو وادي في جهنم. عشان ربنا يبارك لك في تجارتك اوعى ان انت تنقص في الكيل والميزان او انك تغش في البيع والتجارة. انتظرونا بكرة ان شاء الله حلقة جديدة